السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أيوة، شايفين الأكل الجامد ده؟ شايفين الجمال ده؟ أيوة. وكان كمان بدل العيش، واللي عايز فينو وطحينة وتظبط براحته. تعالوا نشوف عملنا ازاي. جبت السجق وقطعته. أهم حاجة بقى في السجق يكون نضيف وبلدي. انت براحتك، حابة تجيبي بلدي، حابة تجيبيه مستورد، براحتك، كل واحد وحسب بيحبه. السجق بالذات مش اي حاجة تتجاب من اي حد، لازم تجيبيه من مصدر موثوق فيه عشان بيكون طعمه جميل، وفي نفس الوقت تبقي بتاكلي حاجة صحية. هنا بقى عملت ايه؟ الطاسة فاضية، ما حطيتش فيها ولا نقطة زيت، وتدريجيا كده ابتديت ان انا اقلب وايه، واحاول ان انا احمر كل السجق على قد ما اقدر عشان ينزل الدهون بتاعته او يطول النار. ان كده كده السجق معروف بيبقى فيه نسبة دهون. وهنا انا حطيت ايه؟ حطيت البصل ابيض على بصل احمر. حبيت ان انا اعمل ميكس كده مقطعاه جوليان. وكمان هنا ايه، هنزل بالبصل واقلب كده شويه. مجرد ما البصل يبتدي يدبل، انا مش هدبل البصلايه هنا، مجرد بس ان هي تبتدي تدبل، هعمل ايه؟ هعمل الحاجات اللي انت تشوفها الجميله دي. هقلب التقليبه الجميله بتاعتي، وهنزل بالطماطم. واول ما تدبل، بصوا، واحده واحده، منسبقش الاحداث. طبعا هو متبل ومتبل حلو قوي وطعمه تحفه. فانا هعمل ايه؟ احط ملح وبس، مش هحط اي حاجه تانية. حابه انت تحطي حبه فلفل اسمر، حابه تحطي مكعب مرقه، حسب السجق بتاعك. انا هنا السجق بتاعي عارفه انه ملحه مظبوط ومتبل ومظبوط، مفيهوش اي حاجه ناقصه، فانا هحط عليه بس حبه ملح. انت حابه تحطي اللي انت تحطيه براحتك، ورشه فلفل يعني كده عشان البصلايه، وبس كده. لا هتحطي كمون ولا بهارات ولا توم ولا الهوا، ان هو بسم الله ما شاء الله في كل حاجه. خليكي واثقه من نفسك وانت بتعملي اكلك هتبقي زي بتاع الشارع، وتحفه التحف كمان، ويبقى اكلك جميل وحلو عشان هو ايه؟ من صنع ايديكي. اللهم صل على النبي. وهنا كمان بقلب التقليبه التمام بشويه ميه سخنه عشان يطلع جوسي كده وطري ودايب كده في بعضه. وهنا كمان هنقلب بقى تقليبه الكويسه بتاعتنا. خلاص كده انا قلبت، وكمان ضفنا الميه السخنه عشان ياخد ايه؟ ياخد حركات كده والتكات بتاعته ويبقى طري. احط عليه الفلفل، حبه ميه سخنه صغيرين بحيث ان هي تتبخر على الفلفل، بتبقى تحفه. اللهم صل على النبي. هنا كده بقى انا خلصت تمام، وحاجه كده في السريع عشان ورايا حاجات كتيره جدا في المطبخ كنت بعملها. فاهم حاجه ان انا اعمل اكل للولاد وياكلوا حاجه سريعه. طماطم بقى كانت فايره على البوتاجاز، سلقنا الطماطم وظبطناها، وظبطنا كده كام حاجه. واللهم صل على النبي. اهم حاجه ان احنا عارفين هنفطر ايه، هنتغدى ايه، هنتعشى ايه، يبقى مرتبين حالنا وفي نفس الوقت ايه؟ سيستمين امورنا. هنا كان عندي كايزر، وكان عندي من الكايزر دوت واحد كنت عامله برجر، وكان منه واحد فاضي. اللهم صل على النبي. طعم تحفه، طعمه رهيب. بصوا كده، شوفوا، شوفوا الجمال والحلاوه والطعامه، ولونه فاتح ورايق وجميل ومحمر في نفس الوقت، مش لونه غامق. ما تغمقيش البصلايه عشان ما يغمقش معاكي، لونه بيكون جميل. واعملوه بالتركايه بتاعتي دي، هيكون جميل. واي طريقه من ايديكي هتكون طبعا حلوه وجميله. وتسلم ايدك يا ست الكل، لما هتعمليه هيطلع احلى مني كمان من اللي انا عملته. بامر الله اشوفكم على خير في فيديو جديد.